انا غير اشهد انه تجنوا عليك. غير هالشكل. انا في الروم ما قلت اللي عنده راي ولا يختلف معانا رايه مقدره ويطلع ويقول راي، ما في يطلعوا ناس ضدنا بالراي وطلعوا وقالوا كلامهم، طلعوا شفنا شتمنا احد اسانا لحد لا جبنا لا لا، سيره احد. ما تشتم احد، لا ما تشتم. لا اذا تبغى انا تشتم المبدا هذا ابو ما سيف، انا هذا المبدا مو بسيف، تقر معاي ان القانون هذا لازم نطبقه على بعض، اللي هو قانون اذا احد سبك ولا كذا تروح تشتكي عليه وكذا، ابوي. هذا المرئي مو راي. والمسموع. هو لا 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 السب والشتيمه وتحقير الناس ما علمت. السب شلون والشتيمه نفرق وتحقير زين؟ الناس. شو الحد الفاصل ابو سيف بين السب والشتيمه والتجريح السياسي وبين الانتقاد هذا؟ شو الحد الفاصل؟ انا اقول بطال عمرك الحين ابو لما سعود نقول عن يسب ويشتم. مسؤول فلاني مثلا بتويتر ان فلان حرامي بدون دليل، اثبت هذا. يعني مو لا ما تجني؟ طبعا تجني. اذا ما طيب تثبت هذول، كلامك تجني اي ليش؟ اغلب المحكومين هذه قضاياهم ترى ما بعضهم. لا لا اغلب المحكومين قضايا من دوله سب ذات اميريه ولا تعرض الامير. طيب ها، سب ما له شنو؟ علاقه. سب لا شنو ابو سيف سب شنو؟ حتى سب مباشر. شوف يا ابو سعود معلش. اجهزه امنيه تكيف قضايا مرات على الناس في حقب اللي طافت، التكييف ما هو صحيح. لكن انت تخلط الامور ببعض. انا بالنسبه لي ابو سعود يختلف معي، والله يختلف مني ليوم القيامه، هذا حقه ولا عندي مشكله. يجرحني سياسيا ابو سيف ما يفتهم، ابو سيف كيف راي. لكن اجي اقول ابهتك يا ابو سعود واقول ابو سعود يشتم الصحابه واعرفك في دينك وعقيدتك، هذا مو صحيح، هذا مو راي. او اقول ابو سعود تكرم انت، اقول ابو سعود حرامي وسرق وسوى، هذا مو راي. في فرق وانا اخوك بين هذه وبين هذه. ترى انا اتمنى اختلف نكون منصفين. معاهم اختلاف كلي، وغرفهم هذه اصلا ما لا اطلع ولا اتكلم فيها. تدري حقك. ليش؟ لان اشوفهم ناس حاده وناس يعني على قولتهم ما ادري منهجيتهم غلط وطرحهم غلط. لكن انا اقول لك، انا والله العظيم بسيف اقسم بالله انا اكلمك من ما والله العظيم مبدا اللي عندنا المفروض يا نقبل برفع القضايا على بعض ونقبل باللي صار وان نحكمه، او من الاساس نقول يا ولد في حريه. لكن الحريه شو اللي يضبطها؟ شو اللي يضبط الناس من تغلط على بعض وتهين بعض او تاذي بعض بالكلام؟ فاهم قصدي؟ فاهم شو اللي انا قاعد اطرحه؟ يضبطها القانون، تضبطها قيم المجتمع، تضبطها اخلاقيات الناس، هاي تضبط، ما في شيء يضبط. اخلاقيه الناس ما يضبطها الا القانون يا ابو سيف للاسف. لا ما اختلفنا، في ناس تضبط باخلاقياتها وفي ناس بالقانون. العرف يضبط العرف يا جماعه. هو اخلاقيات الناس والمجتمع صحيح. مساك الله بالخير يا ابو سيف. مساء النور ابو محمد. اول شيء محشوم يا ومقدر. رجال الله يرحم والديك، كلمة محشوم هذه غدت في كلب هاوس مسبت ايش لك. نسوي يا ابو سيف؟ والله صارت سبه هذه محشوم، صارت سبه الحين. اي والله. اي والله العظيم انه صار سبه. ويا الربع ابو سيف ذا الحين يعني في حموته، وان شاء الله يا يعني جاسم انا حتى احنا تجاوزنا هالموضوع هذا، تجاوزنا. جاسم لا ترى ما قاعد، انا والله العظيم ما قاعد يعني انا قاعد اطرح فرضيه ان احنا نتكلم عن قانون نبي نلغيه من الكويت، المرئي والمسموع وقوانين الانترنت والامور هذه وحريه الكلمه، واحنا نفسنا نستخدم القانون هذا لما يحوشنا ضرر. انت فاهم التناقض اللي طحنا فيه وين؟ ما حد يبي يلغي. الناس يقولون شيلوا عقوبة السجن على الراي وخلوها خدمة مجتمعية ولا غرامة. ما حد في حدود ما أعرف، ما حد طالب أن الدعوة تكون منفلتين. كل الناس والقوى السياسية تقول خلوا في خدمة مجتمعية بدل السجن. بس واحد بيكتب تغريدة تروح تسجنه 5 سنين، مو صحيح كلامه. أيضا الإنسان عادي معرض للخطأ. والقصة ما هي قصة أن أنا أجي أبهتك يا أبو سعود في دينك وأخلاقك وحقك. هذا شيء ما له علاقة بالرأي. الرأي أنك تبدي رأي سياسي في قضية ولا حتى تبدي تقييم للإنسان. إحنا بشر، ما إحنا ملائكة، نخطئ ونصيب. ممكن تتقدم، ممكن تجرح فينا سياسيا، مقبول. لكن اني ابهتك يا ابو سعود واقول ابو سعود حرامي ولا ابو سعود كافر ولا ابو سعود، لا هذا كلام مو صحيح. اثبت ادعاءك وساعتها لك حق، ما تثبت ادعاءك لا استريح. هذا الفرق بين اخوك. والناس تبي خدمه مجتمعيه، صحيح مو صحيح. سجن. وانا ضد انك اذا تخاصمت مع واحد بالفكر او اختلفت معاه بنقطه معينه تروح تجيب له موضوع ثاني بعيد عشان تنتقم منه. للامانه انا اقول لك اياها بوجهك، اللي سووه فيك نوع من الانتقام. يعني دخلوك انك غلطت على الصحابه وهذا، وانا كنت شاهد انك ما غلطت على احد ولا تعرضت لاحد. ولما قلت انت الكلمه هذيك انه مو ديره ابوه بالاسلام، يعني كلام منطقي جدا يعني، لكن الناس تفهم على حسب فهمها، على حسب ثقافتها.
لكن الانتقام بالطريقه هذه صراحه كان بشع ومو حلو لا حقك. المشكله ليه انا تحاضر ولا قايل يعني انا ابو تعجبت سيف ترى على فكره اختلف معاك باللي قلته انت، ترى انا مختلف معاك بغرفتك اللي حقك فتحتها يا اخوي جمله حقك. وتفصيله. هم انت اتهمت العالم بالعماله واتهمتهم انه مرتزقه منو واتهمت العالم انه كذا. هات معي انت بعد لا تدعي شيء مو صحيح. الان لا لا الغرفه لا انا الغرفه ما عليه، مع صلى على سيدنا محمد، الغرفه مسجله. العنوان بحد ذاته يا ابو سيف انت اتهمت شوفوا الناس فيه لما العنوان، قلت انتوا زعلانين على اسطبل يعني. انتوا احنا شغلنا بالكويت يا نكون اسطبل يا نكون مرزوقين، مو صحيح الكلام هذا. عنوان شكوى، انت جيب لي يعني مفرده واحده. اسمع يا طويل العمر، ابو سيف 12 سنه وازعجونا كل واحد يتكلم ما يعجبهم يا اسطبل ما كيف ينفع. براحته يا اخي. هذا دسمان والله العظيم. انا شفت البارح في روم والله ما قال لي حرف، ويمكن هو زعلان عليه من هالجانب، لكنه ما فتح حاجه بكلمه. هذا قاعد معنا في الرومانية. انا ما اشتم احد، وحتى اللي يقول شتمت نائب الغرفه مسجله يا ابو سعود. انا الغرف اللي اسويها غرف مسجله عشان ما يجي واحد يدعي. اذا تقدر تثبت الان قدام الكل ان انا شتمت نائب واحد ولا قلت هذا حرامي ولا قلت، انا حاضر. انا ما قلت اعتذر قدام شتمت، انا الناس هذه قلت كلها. اتهمت الناس انه ولا مرتزقه. حتى منو الناس اللي لا اتهمتهم؟ لا لا حددهم. لا ما عليه، ربع حددهم منو. اسطبل ربع اسطبل مصطلحات جروب الفنطاس ابو سيف ملينا من الكلام هذا. جميل. ربع الاسطبل منو؟ حدد اساميهم يلا، قولي منو ربع الاسطبل. تركتها عايمه انت اخي بطريقه في لا كلام لا ينفهم ما ينقال يا ابو لا سيف يا ابو ما سيف. يصير ابو سعود. بس إيه ما تدعي هذا علي فن يعني. الطرح يا ابو سعد. الرجال ذكر ومن حقه ينتقد، كيفه يا اخي؟ هو ما طرف فلان باسمه ولا علان باسمه. لا طرف شعيب نضحك على بعض شنو. لا كان لا لا، ما واضح طرف جدا شعيب كان. ولا جاب طاريه، ما له لا شغل انا شعيب. ترى مو دفاعا عن اصلا شعيب يا جماعه قسما بالله يا مو ابو دفاعا سعد، عنه. اصلا شعيب قدم قوانين وقال للحكومه ما راح اسحبها اذا ما مشى كذا وكذا وكذا. ابو سعود يعني شعيب ما عليه اي شيء، ما عليه اي لا بلاغ. يعني شوف ابو انا سعود جالد من باب شنو. ابو سعود الاعلام حاليا ابو سعود مركز على شعيب، شايفين الحمله اللي عليه 49 يا نائب تركناهم ركزنا مع ابو الاعلام سعود على شعيب غلط ترى. ابو سعود استهدي بالله، الهدوء زين. لا اله الا انا الله. ترجع لحسابي في تويتر، انا مرشح شعيب الموزلي، وطلبت ان الناس يختارونه رئيس مجلس امه بدل احمد السعدون لانه يستحق على دوره في المجلس السابق. فانا ما هاجمت الشعيب. ريح ملائكتك، تغريده مكتوبه في حسابي تقدر ترجع لها في تويتر. فانا اتمنى عليك تروى قبل لا تطلق اتهامات. طلع معنا الاخ الكريم ابو يوسف امس وقال الناس قالوا اذا الحكومه ما سوت بنقدم، ووضح وجهه نظر. القصه ما هي قصه شيء، ولا جبت سيره نائب واحد باسمه اصلا. يا رجل احنا اختلفنا مع مرزوق ما في يوم ما سالنا، لا هو ولا عين. اختلفنا مع مسلم نفس الشيء، اختلفنا مع عبيد نفس الشيء. ليش نسير شيء؟ لا ما هو صحيح الكلام هذا ابو سعود، معلش يعني. والروم لا مسجل انت ابو سعود، المشكله تسولف ان الروم انت ما له يومين مسجل. انت شوف كان موضوع عن شعيب وموضوع العفو صفقه وما مو عن صفقه شعيب شكو. ولمحت شوف ان جتهم اوامر من جروب الفنطاس وما بسيف تلميحات كانت واضحه بسيف ما احنا ما ننكرها. فهمت الحين قصدي؟ اذا جزاه احنا الله فتح خير. الباب تخوين بعض بسيف امس كنا نفتح يا غرف مع بعض الحين لحظه تخون بس. بعض. شوف نو تايم جزاه الله خير في الشات حط رابط التغريده، اضغط عليها واقراها لو تكرمت. ان شاء الله ان شاء الله. ولا العفار ولا خالد ولا دسمان اللي لا احد فيهم تكرم ويحطها فوق، ما له علاقه. واقراها لنا بالمره، اقراها لنا عشان نشوف وين انا اسير شيء فيه. يلا انا بصفط عشان ما اقدر اقرا وانا اسوق دقيقه. لا هذه حطوها الربع، أنا بقرأ حطوها الربع فوق. لك مشكورين أبو سعد. اي والله يا ليت. أبشر. تكريما للدور الوطني الرائع الذي قام به، أتمنى اعتماد اسم النائب شعيب المويزلي كمرشح للحراك الوطني لرئاسة المجلس القادم. هذه متى كانت يا ابو سالم تاريخها؟ والله هي تاريخها 25/6/22. طيب
خلي ابو سعود يقول انت ضد شعيب ولا تكلم. ترى ابو سيف انا مو داش ادافع عن شعيب، قسما بالله لا مو لا داش لا ادافع بس عنه. ما انا ليش لا اقول كل انا سنه بوضح لك وين مشكلتنا احنا اللي دائما نقع بالخطا هذا. حمله اعلاميه على شعيب قويه جدا الحين بالسوشيال ميديا، مو ملاحظين يا جماعه؟ مخلين 49 نائب شغالين على شعيب. ليش؟ ما حد سال نفسه ليش؟ منو اللي قام بالحمله هذه؟ من وراها؟ احنا نكون معاهم عليه؟ لا لا غلط. ما عليك ما عليك. بس انا المفروض اللي على حق ننصره. ما راح اطبل ابو سعود، انا ما راح اطبل حكومه فاشله تقول سقطت اسماء الناس بالكشوف. وما حد طلب منك تطبل الحكومه. اي لا لا ما سجل هالكلام على ابو سيف، واذا في مسجلاتي تحت من اللي يعرفون نفسهم خليه يسجله. ابو سيف يقول هالكلام رده عن ابو سيف عن طريق شو يسمونه وزير اللهم صل على سيدنا محمد، وزير الماليه السابق شو اسمه؟ الشيتان يقول ما في اسم سقط سهوا، اذا في اسماء ان شاء الله. من اخر هالكلام رده عني وانا مسؤول عنه. والله احنا ما ندري آلية الحكومة شلون اختارت الاسماء. انا اتكلم في روم عامه الحين، في كم بني ادم؟ في فوق 200 اتكلم عليه. الحكومه مخبرينها في الروم يسجلون، والمسجلات هي موجودين. انا اقول لك طال عمرك ليش يهمنا المسجل؟ خليه يسجل، اذا ما نقول شيء غلط ما يسجل، ما يكسر. يعني عشان ما نقول كلام في الهواء. انا اقول الشيطان يقول ما في اسم واحد سقط سهوا. يلا ابو سيف في نفس قبل اسبوع وفي نفس الروم انت طلعت ومن الناس اللي طلعوا وطلبوا انه يغيرون اسم الروم لان حسيت ان فيها سائل نائب الشعب. انت نسوها يعني ترى قريب السالفه، وطلبت انه يسكرون الروم وكنت تدافع عن الشعب. والله ما اتذكرها يا ابو محمد، والله ما اتذكر. قام اسم الروم وطلعت وتكلمت وانت واحد من لا المشكله جاسم ليش ربط شعيب بالعفو؟ انا هذا اللي ودي افهمه. انا ودي احد يفهم النقطه هذه. يعني شعيب بس احنا نعترف بالشيء هذا. شعيب ما له علاقه بالعفو الكشف اللي طلع، وما كانت قضيه مساومه، ولا هي كانت قضيه ابتزاز من موضوع القروض. لازم نفصلهم عن بعض. ابو سعود شعيب المويزي العفو هذا عفو سمو الامير، لا شعيب ولا فهد ولا ابو سعود ولا ابو فلان ولا رئيس الحكومه. حلو، هذه نقطه. طيب موضوع القروض وانها صفقه، هذا موضوع مهم. انا اللي تكلمت فيه نقطه واحده. اذا كان طالبوا الحكومه برواتب ومتقاعدين وغيرها، الحكومه طرحت الكلام ببرنامجها. شنو الجديد اللي يخليكم تغيرون موضوع؟ شو اللي خلى القروض امس قضيه مهمه؟ يعني امس واحد من السفراء يقول ابو سيف اذا عليه قرض متعب. ايش دعوه ابو سيف عليه قرض؟ يسمعك يقول انا واقف بالشارع واقول عليه كل بونا كنا ندري ان في فيتو حكومي على موضوع القروض، صح ولا مو صح؟ ما هو صحيح. لا ما في فيتو. لكن فيتو انا اطرح موضوع كبير عشان اخذ مكسب اصغر منه. هذا السياسه. يعني صح ولا مو صح؟ صرنا مثل اللي يقول احنا كنا نشتغل على موضوع العفو بس عشان نحرجهم. ابو سيف مو قالوا لنا بنعطيكم نص فلسطين؟ قال لا نبيها كلها، بعدين قال يلا ما في كلها ولا بنصها. احنا ما نبي نغلط الغلطه هذه ثاني مره. فاهمني ابو سيف؟ ترى انا قاعد اتناقش معاك ابو سيف، لا تاخذ الموضوع بحديه. لا ما اخذه بحديه، لكن في الله ما شفناه بالعقل عرفناه كويس بابا. ايضا احنا لنا اسر ولنا عيال، لنا بنات ولنا اخوان ولنا لما يشوفون ابوهم ولا عمهم. وارد اقول لك ان شعيب ما له يد بالقضيه ما يا اخوي ما انتم خلقتوا شعيب تبون تصادمون بيني وبين شعيب اخ عزيز محترم، مع انه ما تربطني في علاقه انسانيه، لكن انا ما في يوم اساته. بالعكس انا اشدت فيه في اكثر من روم، وانا بحياتي ما شفته ترى والله شخصي. اي صدق. لكن كن على قناعه لو اخطا شعيب راح اقول بس انا ما لي علاقه لا بشعيب ولا غير شعيب. كائن من كان من اخطا وانا مقتنع انه اخطا اقول اخطا. وفوق هذا وذاك ايضا رايي ترى ما هو قران كريم، رايي مش اجتهاد. انا صبت من الله سبحانه وتعالى وانا اخطات من نفسي، يعني ما له علاقه. يعطيك العافيه يا ابو سعد. عموما يعطيك العافيه ابو سيف، انت لا رجال. خليك ابو سعد، خليك ابو سعد. لا مش المقصد، بس انا اؤمن، انا واحد من الناس اؤمن بحريه الراي،
واذا قلت راي ويحق الواحد يطلع يعرضني فيه ويفند والله لا معاي، بالعكس، هذا حريه مطلقه. ابو سعد، او الموضوع اللي تكلمت فيه جميل جدا. يعني لازم احنا نفرق بين السب وبين النقد. لازم فعلا لازم احنا نفرق مو بس فيه. كذي. جاء خالد بعد اهم من هذا كله، في فتره من الزمن كان موضوع التشبيح بحد ذاته، ان في راي واحد عام اللي تعترض مع الراي هذا الله يعينه. في فتره من الزمن اذا واحد قدر يمدح ناصر المحمد كان يشوف التخوين والسب بشكل مو طبيعي. عندنا مشكله احنا، هذا من ربع الاسطبل، هذا من ربع خليه العبدلي، هذا من خليه الفنطاس، هذا مدري شنو. احنا في السنه هذه اللي سنه علينا ناس شبيحه ما يبون راي اخر. ابو سعد عفوا، ابو سعد احنا راح نتكلم عن الاسباب التي ادت الى التصنيفات، هذه التصنيفات، لكن بعد ما نمشي الدور لاخواننا اللي تاخرنا عليهم. الله يعطيكم العافيه. احمد وعبد الرحمن. بس لحظه تفضل ابو احمد. سالم، خلنا اعتذر من ابو والله عامر جالد. لحظه بس نعتذر من ابو والله عامر يا والله اخوان. والله انا اعتذر منهم اللي اخذنا. بس لحظه ابو سيف، ابو عامر انا اعتذر منك يعني على الكلمه اللي قبل شوي، عليهم معاهم. قبلت العذر ابو عامر؟ ابد مقبول عذرك يا ابو فهمي اخي وتمون. الله يسلمك. مشي الدور ابو سالم. تفضل استاذ احمد. تفضل استاذ احمد. احمد شكله مو موجود معنا. استاذ عبد الرحمن ابو سعد. يا هلا، مساك الله بالخير، طال عمرك. كيف الحال؟ الله يعافيك. احنا نقول نعود والعود احمد. يعني البارح احنا وياك، اليوم ايضا في حديث اخر. يعني انا بتكلم في موضوع واتمنى انه يفهم بشكل يعني صحيح، يعني ما يفسر في يعني طريقة اخر. اول شيء يعني لازم ان نفهم جميعا، انا اولكم، ان المزايدات نزايد على بعض ما تصلح صراحه. وانا اشوف ان الايام الاخيره صارت في مزايدات كثيره، حتى في مساله يعني الاراء السياسيه. صار الواحد اللي عنده راي سياسي معين يا انه يفسر في طريق اخر، او انه مثلا يدفع في يعني براي مثل اراء الحسابات الوهميه، او يعني الحسابات المحسوبه، او الحسابات اللي فقط كانت تتجنى على الناس في يوم من الايام. اليوم حتى في المواضيع، يعني المواضيع السياسيه، قضيه ما تعجب عبد الرحمن خلاص، لا النائب اللي متبنيها ولا المجموعه النواب اللي تبنوها ولا المجلس اللي تبناها، كله غير مقبول عندهم القضيه، فقط لان عبد الرحمن مو عاجبته القضيه، او انه مو من اهتمام عبد الرحمن. بالنهايه الاولويات يا اخوان، ما في قضيه مطروحه على الساحه مو اولويه. العفو أولوية، القروض أولوية، الإسكان أولوية، الصحة أولوية، جميع القضايا اللي مطروحة على الساحة السياسية أو على خلينا نقول في الوضع المحلي هي أولوية. ما يصير أنت تحدد على مزاجك القروض عندي أولوية ولا العفو عندي أولوية ولا عندي. جميع القضايا متساوية، الكل متعطش على عودة أبنائه ويرى أنها أولوية، الكل يعني يراهن على أن يكون حل عادل لمسألة يعني القروض، أيضا في مسألة يعني الزيادات في الرواتب، مسألة الإسكان، مسألة الصحة، في جميع القضايا هي أولوية. مسألة اليوم أن أي رأي يتبنى مثلا من النواب يحسبون على طرف، ويعني يوضع مثلا حديث فقط لإثارة الجدل في الرأي العام، وبعدين ممكن نطلع أن نبرر لا ما نقصد الشيء هذا وأنا ما قصدت الشيء هذا. ما كانوا أصلا في نواب في طريق يعني كنا ندفع فيه في طريق إصلاح ويعني طريق حق، قلبوا في يوم من الأيام. فالنوايا يعني ولا النوايا ما يعلمها الا رب العالمين، وبينما الناس تعلم يعني الظاهر. شنو ظاهرك في محتواك، في حديثك، في رايك، الناس تاخذ في الظاهر، البواطن ما يعلم الا رب العالمين. تحبني تكرهني قاصدني مقاصدني، هذه عند رب العالمين، انا ما اعلمها، لكن انا افسر الظاهر. الا اذا انت يعني بينت وجهه نظر معينه خلاص ما فهمك فيها غلط. مساله المزايده حتى على بعض النواب، يعني النواب قاعد يجتهدون في اجتهادات معينة، اوكي احنا ندعم اي نائب في توجه اصلاحي، شو المشكلة اني ادعم نائب في توجه اصلاحي؟
لازم ان يعني اذا دعمت اني محسوب على جهه ولا محسوب، ايش هالكلمات هذه كنا نسمعها في يعني حقب سابقه، اليوم قاعد نطبقها على نواب يفترض انهم نواب محترم. بعدين حتى اذا كان في اتهام لنواب معينين، انا اتوقع ان الكثير منكم حتى من ما هو موجود على الستيج يملك القدر الكبير من الشجاعه. حط لي الاسماء، حط لي اسماء النواب اللي تشوفهم متخاذلين، النواب اللي تشوفهم محسوبين، النواب اللي تشوفهم مستفيدين، حطهم نتكلم عنهم. مو هو نائب يمثل الامه ويفترض ان ننتقده في عملها السياسي؟ انت مو قاعد داش في موضوع شخصي. تكلم، اقول فلان، لا تخليها عايمه، لا تخلي الموضوع عايم بحيث انه تفهم او تفسر بشكل خاطئ. انا لا اتفق مع اي طريق او درب في مساله شتم الناس او التقليل منهم، او حتى يعني الاساءه للاخ الكبير ابو سيف، يعني ما نرضاها لا علينا انفسنا ولا نرضى على الاخ ابو سيف. لكن ايضا في وجهات النظر السياسيه والامور لازم يكون فيها شوي من الوضوح يا اخوان. مساله انك تحترم نائب وتقدر هذا شانك، مساله انك ما يعجبك راي السياسي ايضا شانك وحقك في الانتقاد. بس يا اخوان لا نوصل لمرحله ان نطعن في نوابنا او يعني في اي حديث سياسي. انا ما اتكلم في موضوع معين بشكل عام، لا نصور او نفرح طرف اخر حتى لو انه ما نقصد في اراء. لازم يكون عندنا وضوح في راي سياسي، في عنوان، في حديث، في مضمون. حتى بعد يعني المداخلات، حتى مهما كانت المداخلات بيننا والحديث في الراي السياسي، من ننزل يعني مثلا من الستيج ولا من اي مكان مساحه او شيء نقوم نطعن في احد او نشكك فيه او نرى فيه. لا بالعكس، انا شخصيا ادفع ويعني ادافع عن نهج وتوجه اصلاحي. في اي توجه اصلاحي ان شاء الله اني بدافع عنه وبتمناه. بالنهايه النواب ممكن اليوم موجودين وبكره مو موجودين، لكن اظن في كثير من نواب مجلس الامه الحالي ان فيهم من الصلاح ومن دعم التوجه هذا الاصلاحي. اذا في نواب تحسونهم انهم نواب غير واضحين، نواب محسوبين على طرف معين، قولوا. بعدين اذا كنا نتكلم عن العفو مثلا بقضيه، خلنا شوي في حصر، اذا نتكلم عن عفو ونقول العفو مو بيد نواب مجلس الامه، ليش نتكلم نواب العفو مثلا؟ ما العفو اصلا من صاحب السمو عسى الله يحفظه، هو اللي يتبنى موضوع العفو. ليش قاعد نضربه في موضوع النواب؟ وليش يشكك في الدفع في قوانين النواب او في اقتراحاته؟ بكره اشكك في عبد الرحمن وبكره اشكك في فلان انه يدفع في قضيه مجرد انه يطلع يعني فيها في جانب اخر. ما راح نخلص اذا فتحنا باب للتشكيك او ان احد شكك في نائب في نواياه او القضايا اللي تبناها. ما راح نخلص في الموضوع هذا. وبعدين شنو فرقنا عن غيرنا مثلا ممن يسيء للنواب ويطعن فيهم؟ امس كان يمتدحهم واليوم كان يشتمهم او يسيء لهم في اساءات يعني بالغه ويشكك فيهم. شنو فرقنا عنهم؟ لازم ان الواحد يتحدد طريق. ترى الطريق الاصل انه ما في الا طريقين، طريق حق وطريق باطل. اختار انت وين وجهتك تبي تروح فيها. اذا انت بتروح في طريق الحق وتدعم في درب الاصلاح، ما يمكن انك تجتمع مع ناس في طريق الباطل او تعيد في اراء او ان ارائك قد تكون يعني متوافقه معاهم. هذا مو انصاف وحياد. ترى بعض الحياد نوع من الحياد رمادي. المنطقه الرماديه غير مرغوب فيها. ما يصير اقول انا محايد وانا رمادي يعني في الموضوع. فانا يا اخوان والله يعني انا قاعد اتابع واشوف الوضع نوعا ما مزايدات ونوعا ما ايضا اتهامات بدون ادله واضحه. ما ادري هو اثاره للراي العام، ما ادري هو يعني تصدر للمشهد. انا حتى في ناس قامت تستانس بلغه الارقام، استانس اذا دخل رومي 100 ولا 50، واستانس اذا دخل المساحه عندي مثلا 100 ولا 200. انا ما ادري شنو لغه الارقام هذه الجديده اللي مساك الله بالخير اخوي عبد الرحمن. مساك الله بالخير، بس انا اخلص وجهه نظري جالد الله يرحمه والدي. طيب عشان لا تكملها، شنو هي المساومات الجديده او القادمه لمجموعه حدث؟ ما عليه انت بس تبي تسولف من دون اي قيمه. سوالفك ما لها قيمه اصلا، لان انا قاعد اتكلم في موضوع ثاني وانت تبي تقاطع، تبي تسوي نوع من الاثاره ومن الجدل. فما له داعي الجدل جالد، ولا زايد علينا ولا زايد علينا. روح اسال الحدث شنو عندهم قضايا جديده. فالموضوع ان المزايدات والله يا اخوان ما يصلح، بالذات من ان شاء الله نحترمهم ونرى ان في لهم اراء سابقه واراء ان شاء الله قادمه في دعم توجه اصلاحي. ايضا مساله التشكيك، يعني انا ما اقول لك ان منزهين النواب وما يخطئون، ولا لا، الخطا وارد ومن يعمل يجب ان يخطئ ونبه عن الخطا
بدون لا تزايد على من ترى انه في طريق حق. اليوم حتى في مساله يعني الحديث اللي انا سمعت الروم، يعني للامانه الروم الاخ ابو سيف يوم يقول ما كان حديثي عن الاخ شعيب، بينما هو في مداخلته مع الشاجي تطرق الموضوع تقارير اللجنه الماليه سحبت بعد العفو وتوقيتها. كان في الموضوع انه يعني لازم انه يكون في طرف. شعيب الموزري من النواب المحترمين المقدرين اللي ما نشكك فيهم ولا نشكك انه يزايد في موضوع على اخر ولا يخلط المواضيع في بعضها. وكلام الاخ شعيب المويزري كلام واضح. اذا تعهدت الحكومه والتزمت، ترى التقارير يا اخوان ما انسحبت من اللجنه، غير صحيح. لا زالت التقارير موجوده على جدول الاعمال ولا يمكن سحبها الا في تقديم بديل، وممكن الحكومه تقدم بديل وممكن لا. فالاستعجال على الموضوع قبل الجلسه انا اشوف ظلم حتى للجنه بشكل عام. بعدين شعيب صوت من ضمن يعني اتوقع 7 او 5 في اللجنه، فالصوت الواحد ما راح ياثر على القرار بشكل عام اذا كان مثلا متوجهين في قرار اخر. يا اخوان والله ما يصلح الكلام. خلط الاوراق بالشكل هذا انا اشوف انه غير يعني صحي ولا راح يصنع خلاف دائم. وترى الخلاف عمره ما حل مشكله ولا عمره نهض في قضيه. شكرا. العفو. عندك شيء جالد؟ ايوه عندي بسألة، انا بسألة عن المساومات الجديدة لحدث، بما ان رجال مدافع عن حدث ورجال كل ما نتكلم عن اي موضوع متعلق في هذا الحزب يتصدر المشهد. هل حين انبقط علي ما ادري ايش جاء الله يهديه. جالد قايل لك انت ما عندك سالفه وموضوع لا مساعد والله العظيم ما عندك سالفه. كلامك ما عندك سالفه. بس انا اطالع مو عشان ارد عليك جالد، عشان اقول وجهه نظري وانزل بس. سعد عبد الرحمن خلني ابى ارد عليك في نقطه في مداخلتك. اول شيء يا اخوي ابو سعد، العلاقه بين الناخب والنائب هي في النهايه تبقى على قرار النائب. عرفت شلون؟ فاذا كان قراره صائب فمن حقي اني اقف معه، ولكن نفس النائب اذا كان قراره مخطئ فمن حقي اني